السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه شمال متنوعه لعشاق التمر. اليوم جبت لكم كيكه التمر كتجي معلكه ولذيذه. خليكم معايا في الوصفه فضلا وليس امرا. اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك، كل نهار كينزل فيديو جديد ويفعل زر الجرس. وإلا عجبكم الفيديو ما نساونيش من لايك. دابا يلا بينا للمقادير. المقادير هنايا عندي 150 غرام د الزبده لينه، غنعملو معاها كاس ونص السكر. غادي نضربو ديك السكر مزيان مع ديك الزبده وغنزيدو عليها 3 د البيضات، وغنضربو ديك البيضات مزيان مع السكر والزبده. هنا غنعمل على كل بيضه غنعمل ساشي د فاني، وتقدروا تستعملوا حتى فانيليا سائله. انا على كل بيضه كنعمل ساشي د فاني. هنا غادي نعملو 2 د الكيسان د الماء، وغادي نزيد عليهم وقفت الماكينه حيت بدا ديك الشيء كيطير وغنعملوا عليهم 15 تمره مغسولين ومزولين النوا ديالهم ومقطعين. انا قطعتهم، تقدروا في عود تقطعوهم تعملوهم يطيبوا في ديك 2 د الكيسان د الماء وتخليه حتى كيطيب مزيان. الطحين هنايا عندي 2 د الكيسان ونص د الطحين مع واحد ساشي د الخميره. صافي غادي نخلطوا الخليط ديالنا مزيان. غندخلوها الفران مده 30 دقيقه على الفران اللي كيكون مسخن على قبل على درجه حراره 180. ملي كتخرج كنخليها حتى كتفى وكنرش عليها شي حاجه السكر الثقيل كتجي لذيذه ومعلكه. تقدروا تزولوا السكر وتعملوا عليها الكراميل حتى هو كيمشي معاها. نتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لايك، ونتلاقاكم في فيديو جديد. مع السلامه.